السلام عليكم مشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا اللقاء اللي دار ما بين احمد الشرع ووزير او رئيس تركيا طيب اردوغان. خليكم معايا، ما تمشيو فين، تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر ونحاولوا نناقشوا الى قدرنا نناقشوا شي امور. طيب أردوغان هذا هو اللقاء الاخوان كيف ما والرئاسة كتشوفوا. التركية تؤكد بدء اللقاء بين الرئيس أردوغان والرئيس السوري أحمد الشرع في المجمع كياخذوا لهم الرئاسي كياخذوا لهم تصاور، واحد اللقاء ودي اللي غادي يناقشوا فيه عدة امور سياسية مبين فيها الحدود وكيفاش يقدروا يبنيو سوريا الى قدروا يبنيوها بفضل المعاونة ديال الاتحاد الاوروبي والمعاونة ديال طيب اردوغان. المهم نتمنى يكون خير بالنسبة للاشقاء ديال سوريا ان شاء الله باذن الله، يعيشوا حتى هما في سلام ويبنيو الارض ديالهم ولا يبنيو الدوله ديالهم ويكون عندهم واحد الاقتصاد حتى هو ان شاء الله من هنا لقدام مزيان. علاش لا؟ أنقرة. ما توفر من المعلومات حتى الآن من مصادر تركية أن الرئيس ديال تركيا طيب اردوغان هو اللي عرض على احمد الشرع، عرض عليه باش كيف ما كتعرفوا، لان داك المنطقه كتكون شويه حساسه وسخونه بزاف، خاصهم يناقشوا عده امور. أنقرة دعت الرئيس السوري كيف قلت لكم انقره هي اللي دعاته، انقره عرضت عليه لبحث العلاقات الثنائية. سيكون هناك حديث عن الوضع الاقتصادي، لكن أيضا ملي كيكون شي رأي جديد ضروري كتكون دائما عراضة وكيكون لقاء جديد وكتكون عدة أمور غادي يناقشوها وغادي يسينيو على بزاف ديال المسائل كيف ما قلنا قبيلة ديال المنطقة اللي غادي يعم واحد الأمن واحد السلام إن شاء الله بإذن الله. عن الوضع الأمني في سوريا. الأمن هو أهم حاجة بالنسبة لسوريا وبالنسبة لتركيا، أهم نقطة اللي خصهم يبداو منها هي الأمن. إلا بغيتي تنمي الدولة ديالك وسيرتو الدولة كيف ما عارفين هاد الدولة سوريا يلا خارجة من الحرب، الله يكون في عوانهم وصافي. إلا ما قالوش الأمور اللي غادي يناقشوها، ولكن باينة الامن هو اهم حاجه. مازال من بعد ان شاء الله غيذكروا، غادي نحاولوا ندير لكم واحد الفيديو ونقول لكم شنو كاين. علاش لا؟ حتى حنا راه ما خاسرين والو، غير المعلومه نقتسموها معكم. اذا كما نتابع هذه الصور وصول الرئيس السوري احمد الشرع الى انقره ورئيس دائره الاتصالات في الرئاسه التركيه. الاخوان هي هذه الحصيله ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش واحد لايك وبارطاجي الفيديو. مع السلامه.